السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله كم تكونوا بخير وبصحة جيدة. في فيديو اليوم جيتكم بروتين شوية مميز. كما راكم تشوفوا كانت كاينة حفلة خاصة في العائلة، يعني كان اليوم شوية متعب مع التحضيرات. اللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس وما تنسونيش بجمل لا فيديو. نبداو على بركة الله. اول حاجة بديت فيها حضرت لا كريم كراميل. يعني تجي بزاف رائعه، دائما نديرها بهذه الطريقه. لا حبيتوا الوصفه راح نحضرها لكم ان شاء الله ونحطها لكم في فيديو وحده. يعني اول حاجه بديت بها من الصباح هكذا باش تجمد لي للسهره. حطيت لا كريم كراميل طيب في الفرن، وبديت هنا كما راكم تشوفوا كنت نغسل في الدجاج. الدجاجه نتاعي حرقتها ونقيتها من الداخل، والان راني نغسل فيها بالملح. كما قلت لكم دائما انا نغسلها مره بالملح ومره بالخل ومره بالليمون، يعني نتخلص كامل من الزنخه تاع الدجاج، يعني هذيك الرائحه تاع الدجاج كامل نتخلص منها بهذا الشكل. كامل نغسلها بالملح. من بعد نشللها من هذاك الملح، يعني كامل نحي لها هذاك الجلد الزائد او هذاك الشحم هذاك. ثم نعاود لها مره اخرى. هنا كنت ديجا غسلتها بالخل ثم الليمون. الليمون هو يعني راح يخلصني من الرائحه نهائيا من بعد الخل، يعني مره بالملح مره بالخل ومره بالليمون راح نتحصل على دجاجه يعني تكون الرائحه نتاعها بزاف مليحه. كما تعرفوا رائحه الليمون جد منعشه. نخليها شوي ثم نزيد نشللها من هذاك الليمون ونحط لها كسكس ونخليها تقطر هكذا. نحطها هكذا قاعده باش يهبط كامل الماء، ونحط معها شرائح الليمون. وفي هذا الاثناء يعني وصل وقت القهوه، ما كانش كاينه حاجه يعني يشربوا بها القهوه، فدرت الفطير كسره فطير لكن بدقيق القمح. يعني راكم تشوفوا اللون تاع العجينه سمراء ماهيش بيضاء، درتها بدقيق القمح الكامل. درتهم هكذا كسرات صغار كما قيل قطعتهم دي طرونش، يعني تقدري ديريها وحده كبيره. الكسره فطير راني مشاركتها معكم من قبل. ديروا فطير مطبخي سهل، يعني راح تخرج لكم او نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وكاين اللي حليتها هكذا فوق كيس بلاستيكي وقطعتها مربعات، يعني بسستها بزاف ماشي كيما شويه نبس على كسره فطير. والان كما راكم تشوفوا راني نطيب فيها. نستعمل دائما هذا الطاجين فوق الكويزينير، يعني انا يساعدني بزاف خير من طاجين الطين، مع انه طاجين الطين طبعا يعطي رائحه وبنه احسن من هذا، لكن هذا جد عملي. اللي ما عندهمش البالكون والله ما عندهمش كما قلت لكم، اللي ما عندهمش بالكون والله ما عندهمش وين يحطوا الطابونه يقدروا يعني يستعملوه. الان كما راكم تشوفوا ها هو طيبتهم كامل، يعني جاو يذوبوا في الفم ومسين. حمرتهم على الجوانب، شربنا بهم القهوه نتاعنا. ثم مباشره للعشاء هنا كما تشوفوا قلبت الدجاجه على ظهرها، يعني راني نفتح فيها من جهه الظهر تاعها نقسمها على اثنين. كما راكم تشوفوا من جهه الظهر نتاعها نقسمها على اثنين، مش من جهه الصدر نتاعها، يعني من جهه الظهر نقسمها هكذا على اثنين نفتحها. وراح ندير لها تتبيله بالياغورت الطبيعي. اول شيء حطيت المعدنوس والثوم، حطيت ملعقه طماطم مصبره، كميه من الملح، الليمون والياغورت طبيعي. بالنسبه للتوابل الملح فلفل اسود كركم زنجبيل كمون راس الحانوت قزبر يابس وكميه قليله من الكرويه. وعندي ايضا توابل خاصه بالدجاج، نضيف لا موطارد ونضيف ايضا كميه من الزيت. والدجاج يعني لكم الحريه في اختيار التوابل، يعني كل وحده دير توابل اللي تحبهم هي. بلا ما ننساو عصير الليمون اللي جد مهم هو او الخل كما تحبوا. ندير خليط التوابل، يعني هاد الدجاج جا بزاف بنين. نضيف الملح، كما تعرفوا الدجاج لازم يتملح مليح. ونضيف علب الياغورت الطبيعي. هنا خلطت التتبيله نتاعي جيدا. تقدروا تضيفوا لها عفوا كميه من الزعتر او من الزعتره، يعني كاين فرق بين الزعتر والزعتره ماشي هما نفسهم. بهذا الشكل نتحصل على هذا الخليط.
الثوم فقط يكون كميه لاباس بها. كما تعرفوا الدجاج لازم له الثوم بزاف. هنا التتبيله تاعي راهي جاهزه. نحكم الدجاجه تاعي اللي كنت فتحتها نبيكيها هكذا بهذا الشكل باش كي ندير التتبيله تدخلها كامل. نملحها ايضا جيدا، يعني الدجاج لازم له الملح وما تخافوش ما يجيش مالح. نملحها على الجهتين كما راكم تشوفوا. ثم راح ندير لها هذيك التتبيله، نحطها في بيغيكس. هذاك البيغيكس دهنته جيدا بالزبده، واذا ما كانش يعني الا كان بيغيكس تاعكم يلصق فرشوا له بابي الومنيوم او ورق الطهي. عفوا. نحط التتبيله كامل على الدجاجه، يعني على الوجه وعلى الظهر نتاعها. نحاول ندخل ايضا بين الجلد واللحم. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما كامل دهنتها بهذيك التتبيله ندير لها هكذا رشه من الزعتره او من الزعتر، وندير لها هكذا حوالي كاس الى ربع نتاع ماء، ونغطيها ببابي الومنيوم ونخليها هكذا ساعتين او 3 ساعات، ولا ما كانش عندك الوقت خليها ساعه فقط. لكن قد ما تقعد هكذا يعني قد ما راح تدي بنا هايله. بعد ما نخليها ترتاح، نخلي الدجاجه نتاعي ترتاح، ندخلها طيب على فرن كنت سخنته مسبقا على 200 درجه. هنا فقط عندي مجموعه من الخضار اللي هي بطاطا قطعتها بشكل يكون شويه رقيق، وجزر ايضا، وعندي البصل وعندي طماطم قطعتهم كامل بشكل رقيق. كما راكم تشوفوا البطاطا قطعتها بشكل يكون شويه طويل. هذيك التتبيله اللي بقات لي ضفت عليها كاس ماء وضفتها هكذا على البطاطا والجزر. هنا كما راكم تشوفوا الخضر نتاعي درتها في اكياس الشواء اللي تدخل للفرن، وندير لها هذاك الماء اللي ضفتو عليها، يعني الماء اللي متجانس مع التتبيله. راح نحطهم في صينيه نثقبهم هكذا بانجل فقط باش نخرج لهم النفس، وندخلهم ايضا هما يطيبوا في الفرن. راح نديروا لي حوالي ساعه نتاع طيب، ونصيب كامل الخضر نتاعي طايبه. تقدروا هنا تستعملوا البطاطا فقط، كما تقدروا تستعملوا اي خضر نتوما تحبوها. يعني بنفس تتبيله الدجاج ندير تتبيله البطاطا. والان كما راكم تشوفوا بعد ما جات ساعه فتحت لي ساشي تاعي خرجتهم من الفرن. يعني البطاطا والجزر والطماطم هذيك والبصل يعني كانوا طابوا جاو بزاف بنان. يعني ما تبقى لي من تتبيله الدجاج استعملتها ايضا للخضر، جات بزاف بنينه. هاد البطاطا والخضر هادو راح نرافقهم مع الدجاجه اللي كنت حمرتها. وهنا ها هو الطبق نتاعي جاهز في صحن التقديم، يعني المرحله الاخيره. الدجاج يعني تحمر بطريقه جد رائعه، خليته تحمر جيدا في الفرن من الاسفل، وكانت النار يعني قابله على الفرن، يعني تحمر بطريقه جيده. يعني ما شعلتوش من الفوق، فقط النار السخانه هذيك اللي كانت في الفرن حمراته كما راكم تشوفوا. رافقته مع هذيك الخضر اللي كنت درتها ايضا جات بزاف بنينه. وهذا هو المنظر نتاع الطبق. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه بهذه الطريقه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا كيفاش طاب الدجاج، والخضر في اكياس الشواء ايضا راح تدي بنا هايله، خاصه مع تتبيله الدجاج هذيك اللي استعملتها لها ايضا ليها هي. والان بعد العشاء كما راكم تشوفوا بعد ما تعشينا وغسلنا الماعن نجهز طاوله السهره. فوالا هاد لاطاغ يعني مشريه من برا، ما خدمتهاش في الدار مع الاسف، كان يعني الوقت بزاف ضيق. لا كريم كراميل انا خدمتها والحلوى، وهادو باينين باللي مشريين. طيبنا الشاي وكانت سهره جد ممتعه. نتمنى ان شاء الله انه لا فيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم ونال رضاكم. ما تنساونيش بالاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس، وخلوا لي رايكم في التعليقات. ونعتذر يعني ساعات ما نردش على التعليقات، صدقوني لضيق الوقت فقط، يعني مسألة وقت فقط. سينو نرد على كامل التعليقات. ونشكر كامل اللي راهم يجربوا وصفاتي ويخلوا لي تعليقات. نشكر كامل اللي راهم يدخلهم يعني الاشعار فقط ويجوا يشوفوا الوصفه نتاعي. نشكر على كل وحده اللي دايره فيا الثقه وتجرب وصفاتي. نحبكم بزاف. والان قليل نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.